بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنعمل طريقه عمل القلقاس بالسلق والكزبره الخضراء. الوصفه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم واليكم الطريقه. هنا عندي كيلو قلقاس او الكميه اللي موجوده عندك، نص كيلو كيلو زي ما انت عايزه. بتجيبوا القلقاس ويا ريت يكون بالحجم ده، الحجم الصغير ده، عشان ده بيساعدك وبيسهل لك عمليه التقشير، لان القلقاس من الحاجات اللي بتبقى ناشفه شويه كده وخصوصا في التقشير. بننضفه كده وبنشيل كل القشره الخارجيه منه من بره، بنضفه بيكون بالشكل ده كده. بعد كده بنقطعه، بنقطعه بالطريقة دي عشان يسهل عليك عملية تقطيع مكعبات. بيكون بالشكل ده. بنقطع كل الكمية اللي موجودة عندك من القلقاس، بنحطه في اناء كده موجود، بنضيف عليه مية مغلية جدا، بنسيبه حوالي تلت ساعة عشان خاطر ينزل المادة اللزجة اللي فيه كده، وبنسيبه حوالي تلت ساعة على جنب. هنا بنجيب السلق بتاعنا وبنقطع الورق بتاعه الأخضر بالشكل ده، وبنحطه في اناء، ويا ريت يتغسل كويس جدا قبل ما نسلقه من التراب ومن الرمله الموجوده فيه. بنحطه في اناء وبنحط عليه الميه، وبعد كده بنحطه على البوتاجاز يتسلق، عشان احنا عايزين السلق ده مسلوق مش مضروب في الخلاط. بنحط السلق بيكون بالشكل ده كده وبيستوى معانا. هنا بنطلعه بعد كده من الميه بتاعته بعد ما اتسلق واستوى، وبنهرسه جامد قوي كده بالشكل ده. بعد كده هنا بنركنه على جنب لتعجير القلقاس. القلقاس هنا غسلناه اكتر من 3 مرات عشان خاطر المادة اللزجة اللي فيه تخرج منه وتنضف. بنحط عليه المرقة الموجودة عندك، سواء شوربة او بط او فراخ، المرقة الموجودة عندك، وبنحطها على النار تتسلق. هنا اتسلقت، وهنا بعد ما استوى القلقاس بقى مستوي، بنحط السلق اللي احنا سلقناه، بنقلبه كده كويس مع بعضه. هنا بيكون كل حاجة تقريبا استوت معانا، القلقاس والسلق كله، بس لازم يعني ناخده غلوتين كده على النار عشان خاطر يندمج مع بعضه. بيكون بالشكل ده كده. بنسيبه حوالي 5 دقايق كده على النار يندمج مع بعض. بعد كده بنجيب طاسة وبنحط فيها معلقتين سمنة، بنحط عليها معلقة توم مفروم، وبنحط ربطة كزبرة خضرا. هنحمر الاتنين مع بعض، التوم مع الكزبرة الخضرا، بنقلب لغاية ما نلاقي التومة معانا اصفرت بالشكل ده كده، ونلاقي الكزبرة بدأت تنشف معانا. يكون بالشكل ده كده. خلاص كده استوت معانا الكزبرة مع التومة. بعد كده بنحطها على القلقاس. هنا كده تقريبا خلص معانا، بنقلبه كويس قوي كده. وبعد كده بنضيف الملح حسب الرغبة، الملح بنضيفه حسب الرغبة او الاحتياج للشوربة. هنا خلاص كده القلقاس خلص معانا، بنقدمه ويكون ألف هنا. دي كانت وصفتنا النهاردة. الوصفة سهلة وبسيطة، وفي مجموعة تانية من الفيديوهات على القناة تقدري تستفيدي منها في عمل أكلات جديدة ووصفات لذيذة مبتكرة وغير مكلفة. واشتركي في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هعملها واللي فيها الوصفات الجديدة. بعد ما تشتركي دوسي على علامة الجرس، هتطلعلك رسالة علمي عليها ودوسي موافقة علشان يوصلك إشعارات بكل فيديو جديد بنزله. ولو عندك اي استفسار او محتاجة تسألي على حاجة اكتبيها تحت الفيديو هرد عليكي. اعملي لايك وشير للفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.